السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة كده تقدري تعمليها كل يوم من كتر ما هي بسيطة ومش مكلفة واقتصادية جدا. هنعمل الكيكة اللي زي القمر دي ببيضتين بس، ناجحة جدا، هشة وطرية وطعمها حكاية. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله، ومش مكتومة وزي العسل. شايفين شكلها؟ ما شاء الله. لو بتشوفوني اول مره، انا ام رودي. لايك وشير الفيديو لو عجبكم، نعمل اشتراك في القناه وفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. الا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الكيكه اللي زي القمر دي ازاي. يلا بينا. يلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنحتاج في الكيكه بتاعتنا النهارده ايه. اول حاجه كده عندي حبايتين من البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني مطلعاهم بالتلاجة قبلها بساعه على الاقل. وكمان عندي رشه من الفانيليا البودر، يفضل ان هي تكون فانيليا بودر لان الفانيليا السايله بتغمق الكيكه. وكمان عندي كوبايه من السكر، وكمان كوبايه من الحليب، وكوبايه من الزيت. الكوبايه اللي انا هعاير بيها السكر هعاير بيها الزيت هعاير بيها الحليب. تمام. نمشي مع المقادير كويس كده عشان الكيكه تطلع معانا ناجحه. خلاص كده نزلت بالحليب زي الفل. بالمضرب بقى ونضرب الخليط ده كله مع بعض. ما عندكيش مضرب تقدري تضربي في الخلاط، مع الخلاط مش عايزه تضربي في الخلاط بمضرب يدوي، يعني متوقفيش نفسك، يعني باي حاجه مشي. خلاص كده نضرب في اتجاه واحد عشان ندخل الهواء ايه في الكيكه. خلاص كده تمام وزي الفل. المواد السائله بتاعتي او الخليط بتاعي بقى لونه فاتح، والسكر ده تماما. نسيبه كده على جنب ونيجي هنشوف هنحتاج ايه في المواد الجافه. المواد الجافه عندي كوبايتين من الدقيق المنخول، نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها المواد السائله هي اللي انا هعاير بيها الدقيق. تمام. وكمان عندي رشه بسيطه كده من الملح، وكمان معلقه من النشا، وهاخد كيس من البيكنج باودر، يعني ما يعادل معلقه كبيره من البيكنج باودر. خلاص كده زي الفل. نزلت كده بالبيكنج باودر او الكيك شيف زي ما تحبي، انا حطيت كيك شيف. نقلب بقى نوزع كمية البيكنج باودر والنشا كده على الدقيق كله عشان الكيكه ما تطلعش جزء هابط وجزء عالي، لا، نوزع الايه البيكنج باودر على كمية الدقيق كلها. نبتدي ننزل كوبايه كوبايه كده ايه على الخليط بتاعي وننخله. كل ما ننخل اكتر كل ما ناكل كيكه هشه وطريه. نضرب في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلناه في الكيكه. خلاص كده زي الفل. نحط بقى الكوبايه التانية، بس هنحط كوبايه الا ربع ونسيب ايه ربع كوبايه من الدقيق. هقول لكم هنعمل بيها ايه. في طبق كده عندي معلقتين كبار من الكاكاو الخام، هاخد عليهم ايه ربع كميه الخليط اللي انا عملته. ننزل كده بربع كميه الخليط على الكاكاو ونقلبهم كويس جدا مع بعض. نقلب كويس كده. خلاص كده زي الفل ونسيبهم على جنب. هنا طبعا الخليط لسه محتاج دقيق، هنحط ربع كوبايه الدقيق اللي انا قلت لكم عليها خلوها في الاخر لحد ما اخدنا ايه ربع كمية الخليط اللي احنا حطيناه على الكاكاو. ننزل كده بربع كوباية الدقيق ونضرب في اتجاه واحد زي ما احنا متفقين عشان ما نخرجش الهواء ايه من الكيكة. القالب او الصينية اللي انا هعمل فيها الكيكة بتاعتي النهاردة تكون مدهونة بزيت كويس جدا ومعفراها برشة من الدقيق. وهبتدي اول حاجة كده هنزل بالخليط السادة في قاع القالب او الصينية واوزعه كويس جدا، مش هننزل بالكمية كلها. تمام. اهم حاجة ان هو يتوزع كويس زي الفل كده. وهبتدي انزل بخليط الكاكاو برضو تقليبه حلوه كده، وهبتدي انزل ايه مش هوصل للاطراف، هنزل في النص بس كده. واحاول ان انا ايه اعمل له شكل كده بالمعلقه او بخله. خلاص كده زي الفل. هكرر ايه يعني هكرر كل مره كده بنفس الطريقه. هبتدي انزل كده بالخليط الساده، وبعد كده هنزل ايه بالكاكاو زي الفل. خلاص كده تمام وزي الفل. احاول كده اعمل شكل بايه بالمعلقه كده بخليط الكاكاو او بخله زي ما قلنا. اخر حاجه كده هننزل باخر كميه من الخليط الساده. نحاول كده ايه نوزعه على الصينيه كلها، مش شرط ان هو يغطي كميه الكاكاو، مش مشكله خالص. خلاص زي الفل. طريقه التسويه بتاعتي بقى انا مشغله الفرن، يعني ليه 5 دقايق على درجه حراره 180.
نحط صينية الكيكة في الرف الوسطاني او في الرف في النص، ما نشغلش من فوق او ما نشغلش الشواية، هنشغل من تحت بس. اول 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده هنهدي النار شوية، يعني نهدي النار لمتوسطة كده، ونسيبها حوالي نص ساعة. اول ما نتأكد خلاص ان الكيكة بتاعتي استوت تماما، نشغل الشواية لحد ما تاخد لون ذهبي من فوق. اول حاجة قبل ما اشغل الشواية اتأكد من الكيكة انها استوت تمام. خبطة كده حلوة للكيكة، ويلا بقى ايه، نحط الكيكة بتاعتنا في الفرن، يلا بينا. خلاص هنا الكيكة بتاعتي استوت، عملت لها كده اختبار بخلة، الخلة طلعت نظيفة كده، الكيكة بتاعتي استوت، طلعت فيها بواقي من العجين، يبقى الكيكة لسه محتاجة تسوية تاني. جبنا طبق كده وقلبنا عليه الكيكة، لونها كان تحفة جدا، شايفين اللون زي العسل. ايه رأيكم بقى في الكيكة بتاعتي النهاردة؟ شايفين شكلها ازاي؟ زي العسل، طرية بقى وهشة، وكان طعمها خطير، من انجح الكيكات اللي انتي ممكن تعمليها. مين بقى يصدق ان الكيكة القمر دي ببيضتين بس، ومقاديرها اقتصادية جدا وموجودة في كل بيت. بتمنى النهاردة طريقتي للكيكة تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان يوصلكوا كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.